ازيكم يا اولاد النهارده؟ ما تنسوش تدوسوا اعجاب وتشتركوا في القناه بتاعتنا. الراجل ده كان مستني طفل يتولد وكان مبسوط جدا بالطفل بتاعه، بس يا ترى الست دي بتبص له ليه؟ دي شكلها غريب قوي. ايه ده؟ دي بتبدل الاطفال ببعضها. دي حاجه غريبه جدا. اخدت الطفل بتاعها ادت لهم طفلها. واضح ان هي عايزه طفلها يتربى عيشه احسن من اللي هي عايشاها. بس بالصدفه الاب والابن بيقابلوها ويدوا لها فلوس عشان هي كانت شحاته. هو الأب والابن بيرجعوا البيت، الابن بيحس إن هو مش منتمي للأسرة دي وهو مش عارف إيه السبب. قاعد في الأوضة بتاعته وحاسس إن هو مش معاهم. قالوا له طب خلاص إحنا هنسيبك تقعد لوحدك شوية. الأم بتاخد الفلوس من الطفل وبتضربه جامد قوي عشان هو أصلا مش ابنها. قاعدة تفتكر بقى يا ترى ابني فين دلوقتي. هي بتخليه ينظف البيت وتخليه ياخد باله من كل حاجة، بس هي مبسوطة إن هي شافت ابنها أخيرا. والراجل فجأة بيحصل له حادثة، دي حادثة جامدة جدا ومحدش هيقدر ياخد باله منه. بس الحمد لله إن هما كانوا موجودين، بيتصلوا بالبوليس عشان يجي ياخده في المستشفى. والولد قعد يقول أنا مش هقعد معاه في المستشفى، بس الولد التاني قال أنا هقعد معاه في المستشفى. الأب فاق وقال إيه اللي حصل لي؟ الأم قالت له الابن التاني بالصدفة كان موجود وبيكلموا المطاف، يكلموا الإسعاف وجودك. الأب ابتدى يشك يقول إيه ده؟ هو الولد ده ماله كده بيتصرف تصرفات غريبة وكأنه مش ابني. راح لمحقق سري وقال له يا ريت تقول لي إذا كان ده ابني ولا لأ. المحقق فعلا بيوصل للحقيقة ويقول له الست دي بدلت الأولاد ببعضها في المستشفى. هما بيتجننوا وبيروحوا لها البيت بتاعها ويقولوا لها ازاي تعملي كده، احنا عرفنا الحقيقة كلها. قالت لهم ارجوكوا سيبوني في حالي وارجوكوا سيبولي ابني. وفعلا هما بياخدوا ابنهم ويسيبوا لها ابنها. يا ريت تدوسوا تاني اعجاب لو انتوا مكنتوش دوستوا، ويا ريت تشتركوا في القناة لو الفيديو ده عجبكم. طبعا الولد بيجري وراهم يقول لهم ارجوكوا خدوني معاكم. هما بياخدوا ابنهم ويقولوا له بص بقى، انت دلوقتي هنعيشك العيشة اللي انت تستاهلها، اللي انت اصلا كنت مولود عشانها. الولد التاني طبعا لما بيروح البيت الست الغلبانة بيحس ان ده مش بيته ويحس ان الاكل مش عاجبه. بيرجع لهم ويقول لهم ارجوكوا ربوني مع ابنكم، خلونا نعيش مع بعض، انا طول عمري عايش معاكم. بيقفلوا الباب في وشه ودي كانت غلطة كبيرة منهم، لأن هو أكيد هيبقى حاقد على الولد. بيكلم الولد يقول له تعالى قابلني في مكان سري. الولد طبعا بيجري بسرعة عشان يشوف لأن هو غلبان وطيب. وهو بيرتب الولد يتخطف، والأب والأم مش عارفين يا ترى فين الولد، احنا عايزين نعرف فين الولد. الأب طلع يجري يدور في كل حتة على الولد ويسأل البوليس ويسأل كل الناس عليه. لقى التليفون بتاع الولد وقال للبوليس ادي تليفون ابني، أرجوك الحقني وتعالى هاته. البوليس بيجري بسرعة ويدور في كل الكاميرات لغاية ما يلاقي الولد فعلا اتخطف وعرف مكانه. الولد الشرير دلوقتي ادى فلوس للراجل اللي خطفه وقال له يلا خلاص انت مهمتك خلصت. لكن البوليس بيجي في آخر لحظة وينقذ الولد وياخد الولد التاني على السجن. دي مشكلة كبيرة. هو الأب بيكلم الست أم الولد ويقول لها ابني مع كل أسف ما بقاش ولد كويس وهضطر يخش السجن. قعدت تتحايل عليهم عشان ينقذوه، بس طبعا مفيش فايدة لأن ده عمل شرير جدا. هي كانت سعيدة لأن هي في الآخر بقت قادرة تشوف ابنها.